مساء الخير مشاهدينا، اهلا بيكم في لايف جديد على منصة لايف ستوري. معاكم آية يونس. اول قرار تاخده شيرين في حياتها وتلتزم بيه لحد دلوقتي لما قالت هقفل على نفسي وحياتنا الشخصية. بقالنا فترة لا حس ولا خبر عن شيرين والكل مستغرب، معقول شيرين قدرت تعمل كل ده؟ ولا اللي بيتلسع من الشوربة فعلا بينفخ في الزبادي؟ شيرين رجعت لمكانها وهتعمل زي ما الكل طلب منها، تغني وبس، لكن بشروط. يا ترى ايه هي شروط حفلتها؟ مش هتصدق التذكرة بقت بكام، ورد فعل حسام غريب جدا. معقول طلع كده؟ تفاصيل خفية عن تعاملها الفني مع حسام في منتهى الغرابة. شيرين كانت في استراحة محارب وحبت لما ترجع للجمهور ما ترجعش ايد ورا وايد قدام. ولو نفتكر قبل ازمتها الاخيرة كان ليها حفلة في الكويت وقال ان جالها رباط صليبي. الغريبة كلنا صدقنا ساعتها، ولكن مع تطورات الاحداث كان مصير الحفلة دي انها اتلغت. شيرين قررت ان اول ظهور ليها هيكون من خلال حفلة ولازم تكون من الكويت، وقد كان. شيرين اعلنت عن حفلتها في الكويت يوم 12 يناير اللي جاي، والساعات اللي فاتت شيرين تصدرت الترند، والحمد لله مش بأزمات، لا خلينا نقول انجازات. قالت هرجع اغني وسط جمهوري ولكن بشوية شروط. يا ترى ايه الشروط اللي شيرين فرضتها لحفلتها؟ الحقيقة ان الشركة المنظمة للحفل هي اللي نشرت مجموعة من الشروط بيطلبوا من الجمهور اللي هيحضر الحفل يلتزموا بيها. طب يا ترى ايه هي الشروط دي؟ بص يا سيدي، من اولها كده، واللي اوله شرط زي ما بيقولوا اخره ايه؟ نور. بالظبط كده. ممنوع الرقص او الوقوف. تخيل نفسك في الاوبرا، انت عمرك رقصت في الاوبرا؟ انا معاك، شيرين ليها اغاني كتيره مهيبره شويه، بس امسك نفسك الساعه دي علشان الدنيا مش هتتهد. بيقولوا لك نتمنى للاطفال نوما هادئا. عايز تفسح مراتك وتروق عليها كده، معاك اطفال مش عارف توديه فين، ما تروحش، لانك مش هتدخل بالاطفال اقل من 10 سنين. لو حد اقل من 16 سنه ما ينفعش يدخل الا مع حد بالغ كبير. ممنوع كمان تدخل بكاميرات احترافيه للتصوير او فيديو او حتى مسجلات صوت، لكن الموبايلات عادي، ما انت مش رايح يعني معقول هتدخل الحفله تتقدر جوه؟ امال مين هيطلع لايف على السوشيال ميديا من قلب حفله شيرين؟ انتي بقى رايحة تحضري حفلة مش مسافرة، يا ريت شنطتك تبقى حجمها صغير، ما تزيدش عن 30 في 30 في 15 سنتي. ممنوع التدخين اطلاقا حتى لو السجاير الالكترونية كمان. في النهاية كلها شروط بسيطة بديهية علشان الجمهور يتبسط ويقضي وقت جميل جوه الحفلة. مش الشروط اللي صدمت الجمهور على فكرة، لا، ده أسعار التذاكر بتاعت الحفلة. قالت يعني شيرين غابت الغيبة دي كلها وراجعة بحفلة بالأسعار دي؟ مش كفاية اللي عملته في جمهورها بسبب أزمتها الأخيرة؟ الحقيقة إن أسعار التذاكر ل10 فئات، وإنت اختار المناسب ليك. كلهم مش مناسبين ما تحضرش، بسيطة جدا. كانت أقل تذكرة هي البرونزية ب30 دينار كويتي، يعني بالمصري كده حوالي 2400 جنيه مصري، وأعلى تذكرة بحوالي 200 دينار يعني ب16,000 جنيه مصري. الفرق ما بين كل فئة تذكرة والتانية كان حوالي من 2000 جنيه ل 3000 جنيه، حاجة في الرينج ده. نيجي بقى للمهم. الغريب ان شيرين ايام خلافتها القديمة مع حسام حبيب لما كانت في مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي قالت ان حسام مش بيشتغل وعاطل وكان بيغير من نجاحها ومنعها من الظهور والغنى حتى انها تشوف صحابها وقرايبها. فجأة لما رجعوا لبعض وبعد كتب الكتاب الاخير، شيرين طلت على الجمهور بحفلتها في الكويت. غريبة صح؟ قالوا اكيد حصل مساومة بينهم، حاجة قصاد حاجة، وبعدها اتنشرت اخبار عن تعاونهم الفني في اغنية الفترة اللي جاية. استنى بس، هو مش ممكن يظهر يغني معاها في الحفلة وتكون مفاجأة وتعيد المشهد تاني وهي بتبوس ايده على المسرح؟ فاكرين اللقطة دي ولا مش فاكرينها؟ لما كانت في حفلة اليوم الوطني السعودي، نبيل إدوارد مدير أعمالها قال إن حسام حبيب مش هيظهر مع شيرين في حفلتها في الكويت، دي حفلة خاصة بشيرين. في إشاعات كتير طلع على شيرين الفترة دي وعن وجودهم في عمل فني جديد مع بعض. إدوارد قال فكرة وجود حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب في عمل غنائي مفيش رفض للفكرة وهي مطروحة،
ومستنيين بس فكرة يجتمعوا عليها. في النهاية مشاهدينا شاركونا برأيكم، انتوا شايفين ان الشروط دي في صالح الجمهور؟ هل كتير بيلتزم بيها ولا لأ؟ هل هيكون الحضور لحفلة شيرين زي قبل الأزمة، ولا هيعملوا زي الإعلامية الكويتية مي العيدان لما طلبت بمقاطعة حفلتها؟ كلها أيام وهنعرف. تابعونا علشان تعرفوا كل التفاصيل في الفيديوهات اللي جاية. شكرا مشاهدينا على حسن المشاهدة، ونشوفكم في لايف جديد على منصة لايف ستوري. شكرا مشاهدينا.